السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم الاخوان والاخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد في اليوتيوب اللي غادي نحاول انني نقول فيه 4 ديال الاسرار او 4 ديال الامور اللي خاص يعرفهم كل شاب وشابه في سن صغير، ويحاولوا انه يستافدوا من هذه الامور هادو باش انهم يقدروا يوصلوا لواحد الحاجه اللي هي زوينه في حياتهم في سن صغير. دونك غادي نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. اول حاجه اللي بغيت انه تردوا ليها البال هو الوقت ديالكم فين كيضيع. الا ركزتي على الوقت ديالك فين غادي خصك تحطو، ماشي الا ركزتي عليه فين كيضيع. اول حاجه ديرها هو ركز عليه فين كيضيع حتى تعرفوا فين كيمشي. عاد غادي تحاول ديك الساعات تحيد دوك الامور اللي كيضيع فيهم الوقت، تما غادي يبقى لك الوقت، عاد غادي تفكر شنو غدير فيه. حيتاش بزاف ديال الناس كيطرى لهم هذا الغلط هذا ديال انهم ما كيعرفوش الوقت ديالهم فين كيضيع. الحاجه اللي كتخلي انه كيسول، ملي كيسولوا شي واحد كيقول ليه خصك دير هذيك، يقول ليه وراه ما عنديش الوقت. علاش؟ حيت ديجا وقته عامر بالخوال الخاوي. دونك اول حاجه غادي خصك تحطها بين عينيك هو الوقت ديالي فين كيضيع، فين كيمشي لي الوقت ديالي، ودقيقه بدقيقه فين كيمشي الوقت. واش في شي حاجه اللي عباره عن اسيت، يعني اصول اللي كتدخل ليا الفلوس لجيبي، او المعلومه ولا شي حاجه اللي غتزيدني لقدام، او شي حاجه اللي كتضيع لي فلوس ولا كتضيع لي الوقت غير هكاك، بحال مثلا لي ريزو سوسيو، الخروج بزاف، اللعب بزاف، بلاي ستيشن، هادشي هذا كامل راه مضيع عليه الوقت. دونك ملي غادي تشوف هاد الامور هادو راه فريمون غادي تعرف الوقت ديالك فين كيضيع، وغادي تحاول تقول اوكي، تكون صريح مع راسك. هنا كيضيع لي، هنا كيضيع لي، هنا كيضيع لي، اجي نحيد هادشي. شحال بقات تما؟ 4 السوايع. هنايا فريمون غادي يبقى لك واحد 4 السوايع خاوي اللي غادي تقول هنا فين غادي نجي ونخدم فيها وندير فيها ونفعل فيها ونفكر كيفاش ندير فيها خدمه زايده، ونفكر كيفاش ندير فيها بيزنس، ولا نتعلم فيها شي مهاره، ولا ندير اي حاجه اللي غتعود عليا بالنفع من هنا لقدام. دونك اول حاجه هي اش؟ هو نفكر، نشوف ونركز على الوقت ديالي فين كيضيع. ثاني حاجه اللي غادي خصك ديرها هو خاص تكون عندك عقليه المستثمر، تكون كتستثمر في راسك من صغرك. كيفاش؟ بزاف ديال الناس كيقول لك كيفاش غادي نستثمر في راسي وانا ما عنديش فلوس اللي نستثمر في راسي. اسمع، كاين واحد الحاجه كتقول لك ان الفلوس كيساويو الوقت. نقدر كاع نقول لك ان الوقت احسن من الفلوس. علاش؟ حيت ممكن غدا تربح ولكن ما يمكنش ترجع البارح. دونك الوقت احسن من الفلوس. الحاجه اللي غادي تخليك انه تستثمر وقتك في راسك. كيفاش؟ ممكن تجلس تتعلم مهاره معينه، مهاره ديال التسويق، مهاره ديال الادفرتايزنج، ديال الاعلانات، مهاره ديال الديزاين، مهاره ديال الكوبي رايتنج يعني كتابه اعلانات، مهاره ديال انك دير اوتوماتيزاسيون مثلا لشي بيزنس معين، مهاره ديال انك دير البروغراماسيون. اي حاجه كتخليك انك تزيد لقدام فكتعتبر مهاره. غادي تحاول تعلم واحد المهاره اللي خدامه في المستقبل. التسويق الالكتروني، البيع والاقناع دائما كاين، البروغراماسيون، ديزاين، بزاف ديال الامور اللي خاصك انك تستثمر فيهم الوقت ديالك باش انه تعلمهم. حيت هاد الامور هادو الوقيته اللي غادي تعلمهم تكون متاكد انه ما غادي يخصك حتى شي حاجه. يعني عندك مهاره ما يقدر حتى شي واحد يحيدها لك، غنهزك نحطك في واحد الدوله معينه ما كتعرف فيها حتى شي واحد، ديك المهاره غتفيدك. غادي نهزك نحيد لك اي حاجه عندك كماتيريال وغتبقى لك المهاره. واحسن استثمار اصلا في الاصل، احسن استثمار هو الاستثمار في راسك. عاد استثمار في بعض الامور، حيت تقدر تبني عماره وتريد. دونك الاستثمار ممكن معرض للخطا، مي الا تعلمتي واحد الحاجه عمرها غادي تحيد ليك. متفقين؟ دونك اول استثمار اصلا كاين في هذه الحياه هو الاستثمار في راسك، حيت ما كتخلصش عليه الضريبه. داك الشيء علاش هو استثمار مزيان. دونك غادي خصك تفهم هاد الامور هادو. ثالث حاجه اللي بغيت انني نوضحها لك هو دائما حط هدف كبير بين عينيك. حلم كبير. الحلم هي الحاجه الوحيده اللي ما غادي يحاسبك عليها حتى شي واحد. دير حلم كبير قدام عينيك، يعني بغيت ندير اكس، بغيت ندير ايكغيك، بغيت ندير هادي. متفقين؟ يعني دير احلام كبيره قدام عينيك، ما تحاولش تحقر راسك وتحقر القدرات ديالك. ولكن هذاك الحلم الكبير ما تكونش كون منطقي في التطبيق ديالو، وكون غير منطقي في الحلم والوقيته اللي نتايا كطمح لهذيك الحاجه. يعني يكون غير منطقي في الطموح ديالك وكون منطقي في التطبيق ديالك. كيفاش؟ الوقيته اللي انت غادي تحلم مثلا نقولوا دير 10 ديال لي بيزنس من هنايا عام،
فغادي خصك تكون منطقي في التطبيق ديالك، يعني خصك تقسم داك الهدف الكبير لاهداف صغيره وتقول كل نهار غادي ندير هذه اللي غتقدر توصلني لهذه. نعطيك مثال، اجي نقولوا انت بغيتي دير متجر الكتروني ودير فيه برودويات ودير مبيعات ودير فريق عمل اونلاين وتخدم شركه ليفريزون ديليفري لك لي برودوي ويوصلك فلوسك حتى الكونت بونكير ديالك. فهنايا هذا هدف نقولوا رقم واحد. هذا الهدف هذا نقولوا بغيتي دير 100 مبيعه في النهار، فاول حاجه غادي ديرها هو غادي تحاول تقول شنو هي الحاجه اللي غتخليني انايا نديرها في وقت قليل ونربح فيها بزاف. نعطيك اكزومبل، الا طلقت الاعلان جبت 100 مبيعه، واخا ماشي انا اللي غنكونفيرمي، غندير فريق العمل ديالي اللي غادي نكونفيرمي. باش نقدر نطلق اعلان ونجيب 100 مبيعه غادي خصني نتعلم التسويق، باش نتعلم التسويق غادي خصني نتعلم المهاره ديال انه نخلي الناس يوقفوا يتفرجوا في الاعلان ديالي ويتحفزوا ويدخلوا عندي المتجر. باش نعرف هذه الحاجه هذه غادي خصني نعرف شنو هي الاتنشن، غادي خصني نعرف شنو هو الكوبي رايتين، غادي خصني نعرف شنو هو الهوك، غادي خصني نعرف شنو هما هاد الامور هادو. دونك غادي نريح، غادي نكتب الكوبي رايتين، نقرا الكتوبه ديالو، كاش فيرتايزين، ذيس از ماركتينغ، نقرا هاد الكتوبه هادو، نعرف الامور كيفاش كيتمشاو، ندوز نعرف ندخل الناس، نتعلم شويه المونتاج، نقاد فيديو اعلاني اللي نستخدم فيه هذوك الطرق ونطلق بداك الاعلان بداك الفيديو مونتاج. وهكا هي دخلت عندي 100، نمشي نقلب على ناس وحدين اخرين اللي غيكونفيرميو ليا، نمشي ديك الساعات نبيع 2 3 4 نجمع فلوس ونمشي ديك الساعات نشري 100. وها انت ممكن انك دير داك الهدف ديالك. يعني خاصك دير الساس، غادي يكون عندك بعد النظر، غادي يكون عندك الوسيله اللي غادي تقدر تسير بها هذه الامور. بزاف ديال الناس سواء ما كيمشيوش للساس، كيمشيو نيشان الوسيله وكيحسب لي راه ديك الوسيله هي اللي غادي تنجحو، اولا ما كيكونش عنده بعد النظر دونك كيفكر غير حدا رجليه الحاجه اللي كتخليه انه ما يوصلش، اولا كتلقى ما عندوش الوسيله وعنده بعد النظر وما عندوش الساس. يعني خاصو يكون عندك ثلاثه محققين بحال شي شجره. فالشجره الوقيته اللي كيكون عندها الساس، الاغصان اللي عندها هنايا واللي عندها هنايا ما غاديش يطيحوا دغيا. الشجره صعيب تطيح الا كان عندها الساس. دونك اعتبر الساس هما المعلومات والمهارات اللي عندك، واعتبر هذه الجهه هذه هو بعد النظر اللي عندك، وعندك هذه الجهه هذه هي الوسيله اللي غتخليك انك توصل لهذاك الهدف ديالك. هي ديك المنتج او الخدمه اللي ما فيهمش شي سر. السر كاين في هذا المعادله هذه ديال الاساس يكون عندك، بعد النظر يكون عندك باش تعرف راسك فين غادي، باش ما تحبسش في واحد ولا جوج، دائما يكون عندك واحد البعد، والوسيله اللي هي عباره عن منتج او خدمه كيف ما كان النوع ديالها، فراه كلشي كيتباع، خاص غير الناس يشوفوك. الحاجه الرابعه وهو ملي كتكون يلاه بادي كتكون كتسمع الانتقاد بزاف، غتسمع الانتقاد من طرف الناس المقربين ليك، من طرف الاصدقاء، من طرف كلشي غادي يبقى ينتقد فيك، ولكن ملي غادي ديرها كلشي غيولي يسولك كيفاش درتي لها. دونك كون اكيد انه مرحله مهمه في البدايه انك غادي تتعرض للانتقاد. المشكل هو كاين بزاف ديال الناس كيحاولوا يتجاهدوا مع الانتقاد. ما تحاولش تجاهد مع الانتقاد، حاول تاخذ الانتقاد كمكمل. تقدر تنتقدني، ما بقاش نتجاهد فيك بداك الشيء اللي غادي نديرو من هنا لقدام، نقدر نوريك اش غنديرو من هنا لقدام وغنجاوبك على الانتقاد ديالك بطريقه غير مباشره. مي خذ الانتقاد في جهتك كتحدي اللي غيخليك انك تبرهن الامور ديالك، وما تاخذش الانتقاد ضدك كحاجه اللي غترجعك ليها. يعني استعمل ديك الطاقه السلبيه اللي جاتك حولها لطاقه ايجابيه اللي غتعاونك انك تزيد لقدام. اما الا جاتك طاقه سلبيه ورجعتي عليها الطاقه سلبيه فبقيتو تما في السلبيه. داكشي علاش فاش تكون يلاه بادي واحد الحاجه وفاش كتكون كتخدم ولا فاش كتكون بحال هكا وعود تسكت شويه وما تبقاش تذكر الاحلام ديالك بزاف، ذكرهم لراسك في الاول، لان ما كاينش اللي غيامن بك قد ما غتامن براسك وقد ما غادي تكون ثاق في راسك. حيت بعض المرات تقدر تقول شي حاجه اللي غتبان للناس مستحيله، في الوقيته اللي غادي ديرها غيقولوا لك كيفاش درتي ليها، علاش؟ حيت ما كانوش هما عارفينها. دونك حاول تامن براسك اكثر وحاول انك تخدم في سر وفي صمود، وديك الساعه ان شاء الله اي واحد نتاقدك اتس اوكي، خذ داك الانتقاد وريهم الخدمه كيفاش كدار وجي جاوبهم بخدمتك ماشي بهضرتك. هذا ما كان. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الربعه ديال النصائح اللي كنقدمها لاي شاب او شابه اللي يلاه بادين واللي باغيين انهم ينجحوا في حياتهم ويديروا مقاوله ديالهم سواء صغيره سواء كبيره، علاش العالم يتوصلوا لها ان شاء الله. الا عجبك الفيديو دير سبسكرايب وفعل الجرس باش هكا يقدر يوصلك اي جديد، وما تنساش دير لايك وخلي لي دي كومونتير على المواضيع اللي تبغي نهضر عليهم المره الجايه. هذا ما كان. السلام عليكم.